اخر تسريبات شركة ابل، بس التسريبات اللي معانا النهارده مش عن الايفون الجديد ولا الايفون 16 برو ولا البرو ماكس ولا الايفون 16 العادي. التسريبات اللي معانا النهارده عن الايفون الفئة المتوسطة، او بالبلدي كده ايفون الغلابة. ايفون بينزل كل مرة وسوقه بيكون تقيل جدا وملوش سوق عندنا في مصر وبيفشل فشل سريع، بس الايفون ده التحديث بتاعه المرة دي هيبقى طفرة وفي حتة تانية خالص. تعال اكلمك عن ايفون اس اي 4. يلا عشان ندخل في الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى. طبعا كلنا عارفين ان ابل كانت داخله سوق الفئه المتوسطه زمان وكانت فاشله جدا في الموضوع ده، وعملت لنا الاس اي 1 ده كان اختراع شويه وحقق مبيعات كويسه مش وحش، وبعد كده عملت الاس اي 2 اللي هو كان شكل الايفون 8، وبعد كده عملت الاس اي 3 اللي هو برضو نفس الشكل بتاع الايفون 8، غيرت البروسيسور بس. الحاجات دي كانت فاشله جدا، الحاجات دي ما كانتش ليها سوق. انما ابل الموديل اللي هينزل في السنه الجديده دي اللي هو غالبا في الربع الاول من السنه بتاعت 2025 ابل منزله الاس اي 4 ومنزلاه بطفره. يعني ايه بطفره؟ يعني تعالى اكلمك عن امكانياته سريعا كده واهم التسريبات الموثقه اللي احنا قدرنا نوصل لها. اول حاجه الشاشه بتاعت الموبايل ده هتيجي اوليد اموليد، شاشه اموليد 6.1 انش، يعني هيبقى تقريبا نفس تكوين الشاشه بتاعت الايفون 14 العادي. كمان هيجي بالنوتش بتاعت المكان اللي فيه الفيس اي دي، فالموبايل هيبقى معاه فيس اي دي، هيبقى زيه زي الموبايل كأنك ماسك ايفون 13 او عادي او ايفون 14 عادي. فده في حد ذاته ان انت تعمله في الاس اي الفئه المتوسطه اللي في متناول ايد الجميع، فده حاجه جميله جدا. كمان عندك الفريم بتاعه هيكون من الالومنيوم، والظهر بتاعه هيكون من البلاستيك المشبر اللي هو نفس الدرجه بتاعه التشبيره الالوان اللي في الظهر بتاع الايفون 14، فده في حد ذاته هيديله برده شياكه وانسيابيه. وزي ما قلت لك انا من اكتر حاجه عجباني في الموبايل ده وهتشدني الموبايل ده الفيس اي دي. وتعالى اكلمك عن المفاجاه. فئه الاس اي معروفه ان هي بتيجي بكاميرا واحده من الخلف، انما تجيب في الاس اي الكاميرا الوحيده اللي من الخلف، يعني كاميرا واحده ماشي، انما تديني الكاميرا ال 48 ميجا بكسل بتاعه الايفون 14 برو ماكس بنفس البروسيسور اللي تقريبا الشبايه بتاعته واصله لواحد بوصه. فانت هتشوف تصوير من التليفون ده بالرغم ان هو بكاميرا واحده هيعلم على سوق الفئه المتوسطه في الكاميرات كلها. كمان يقال ان الموبايل ده هينزل 5G، وفي تسريب من الاثنين لو طلع هيبقى حاجه جامده جدا ان هو هيدعم الايبايونيك 17 اللي هو بتاع الايفون 15 اصلا، واحتمال يدعم الايبايونيك 18 الجديد، الايبايونيك 18 اللي هينزل. ده معناه ايه؟ ده معناه اللي هو ممكن يخش في شريحه الابل انتليجنس، يعني الذكاء الاصطناعي اللي يخص ابل. انا ما اعتقدش ان التليفون لو نزل بالامكانيات الفتاكه دي هيبقى في الميد رينج. انا واحد من الناس مش هسيبه، لازم اجيب الموبايل ده، هيبقى جميل جدا. كمان هينزل طبعا بالتايب سي لان ابل خلاص بطلت ان هي تصنع السوكت بتاع الشحن اللايتنينج العادي، فبعد كده هينزل التايب سي. طيب نزول الجهاز ده، الجهاز ده المفروض هينزل امتى؟ الجهاز ده دايما لما بيجي ينزل بينزل في الربع الاول من السنه الجديده، يعني معاك من شهر 1 لشهر 3 او شهر 4 هيبتدي ينزل الموبايل ده في السنه الجديده 2025. سعر الجهاز ده لا يتعدى ال $600، يعني لا يتعدى من $500 ل $600، يعني انت بتتكلم نص ثمن مثلا ال 15 برو وال 15 برو ماكس. طبعا في ناس هتخش تسف في التعليقات يقول لك في حاجات اعلى من كده في الاندرويد واقل من كده بكتير وهتوفر. باشا انا بخاطب الناس اللي هي اللي هي بتتعامل مع الشركه دي. في ناس ما بتعرفش تغير نظامها، تتعامل مع الابل. وبعدين معلش يا صديقي، يعني لو نزل الابل انتليجنت فعلا في الموبايل ده بالسعر ده هيوقع حاجات كتير جدا 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 في الاندرويد. كمان الكاميرا ال 48 ميجا بكسل بالسنسور بتاع ال 14 برو ماكس وال 15 العادي وال 15 بلس لما هتنزل في التليفون ده، وطبعا هتبقى الكاميرا بوكا واسعه جدا وهيبقى فيها بورتريه واضح جدا مع انها كاميرا واحده، والذكاء الاصطناعي هيعمل قله ادب في التليفون ده. اكتب لي في التعليقات يا صديقي لو الموبايل ده فعلا نزل بالمواصفات الجميله دي وبالسعر ده، هل ممكن تشتريه ولا بالنسبه لك هيبقى حاجه تافهه؟ وهل فعلا الجهاز ده ممكن ينجح ويكسر الدنيا ويبقى جهاز
جهاز اخيرا نزل من ايفون اس اي عدل وعليه القيمه. انا واحد من الناس لو الموبايل ده نزل بالامكانيات اللي احنا قلناها دي، انا مش هتردد لحظه ان انا لازم اجيب الجهاز ده واجربه. هيبقى بالنسبه لي جهاز يعني كسكند فون طفره، وهيبقى جهاز جميل جدا. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض ان شاء الله تعجبك. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تتابعها وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. استنى رسالك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.